خليني اقولك على 5 حاجات انت لو عملتهم تعرف تنقل نفسك من حارة لحارة، او انك تعدي طريق، او انك انت تاخد ملف بدون ما انت تتخبط نهائي ولا حد يكلكسلك كمان لو انت جديد لسه في السواقة. خد بالك بقى معايا وكمل الفيديو للاخر، لانك في الوقت ده انت اخر نصيحة هتاخدها بالدنيا. انا مؤمن الجزار وجاي لك من صفحة بتاع تعليم سواقة. اول حاجة هناخدها النهاردة هي ان انا وانا بنقل نفسي من حارة لحارة لازم ابص في الاشارات الجانبية اللي هما الجزء اليمين والجزء الشمال. يعني ايه؟ يعني انا وانا بعدي طريق انا لازم اخد بالي من اللي جاي من ورا على يميني لو انا رايح يمين. دي اول حاجة واهم حاجة. طيب النصيحة التانية انك انت لازم انك انت تكون مديله اشارة، لانك انت بتقوله عن طريق الاشارة انا بستأذنك حبني معاك وخدني يمين. ليه؟ لان هو جاي مندفع، ممكن وهو جاي باندفاعه ده ان هو يخبطك وبدون يعني ما يكون قاصد، هو جاي مندفع وانت قطعت عليه. النصيحة التالتة معايا النهاردة انك انت ممنوع تضغط بنزين وتقول اهي فاضية اهي وهوب انا داخل. يبقى انا دلوقتي لو انا بصيت وبعد ما انا بصيت لقيت ان الطريق فاضي ما تقومش على طول ضاغط بنزين وماشي. طب ليه؟ لان احنا شرحنا في فيديو قبل كده المنطقة العمياء وقلنا ان المنطقة العمياء دي بتكون معمية للسواق. اذا انا في الوقت ده ما ينفعش ان انا اخد بعضي واقوم طاير على اليمين على طول. يبقى انا كده لو في حد في المنطقة العمياء وانا ما خدتش بالي منه انا كده ضيعت نفسي. النصيحة الرابعة اوعى تضغط فرامل جامد. انت ماشي بتقطع الطريق بوتيرة معينة، لقيت حد جه فجأة، بلاش تضغط فرامل مرة واحدة، اضغط فرامل تدريجي زي ما احنا اتعلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده. طب ليه؟ ممكن تضغط فرامل مرة واحدة يكون هو عايز يفاديك من اليمين للشمال، إذ فجأة يقوم خابط فيك من ورا. النصيحة الخامسة بقى والمهمة وأهم نصيحة، بلاش لما تيجي تقطع الطريق تاخد يمين جامد. لما تيجي تحرك الدركسيون حركه ملي ملي. بص على صبعي كده انا عملت ايه كده، شفت الحركة الصغنونة دي؟ احتجت اعمل كمان سن، احتجت اعمل كمان سن. بلاش تقوم عامل كده مرة واحدة. كده مرة واحدة انت خليت اللي ورا يفقد الاتزان بتاعه بالكامل، وبناء عليه ممكن في ثانية يقوم خبطك من ورا. ال5 حاجات دول انت لو عملتهم هتقدر تعدي من اي طريق لطريق بسلاسة وبدون ما حد يكلكسلك، ومش هتتوتر ومش هتخاف. تمام كده؟ اخر حاجة هقولها لكم دلوقتي، ما تنساش تصلي على النبي ولايك وفولو الجميل بتاعك علشان تدعمنا الدعم بتاعك.